اكتر من 10 مليون مستخدم في اقل من 7 ساعات. شركه ميتا المالكه الفيسبوك وانستجرام واتساب وماسنجر اعلنت الحرب على تويتر بالابلكيشن الجديد بتاعهم ثريدز. والفكره ان الناس تفاعلت مع الابلكيشن بشكل كبير جدا، واللي بكده بيهدد تويتر بشكل صريح. وابلكيشن ثريدز دلوقتي كسر الرقم القياسي لاسرع منصه توصل لمليون مستخدم. ومش كده وبس، ده عدد المستخدمين على ثريدز حاليا في وقت تصوير الفيديو ده 104 مليون. طب ليه مارك زوكربيرج يقرر في الوقت ده بالذات انه يعمل فيه ابلكيشن بينسخ فيه تويتر بالظبط؟ في 14 ابريل 2022 ايلون ماسك اشترى او تملك تويتر. وفي اخر فتره ايلون ماسك قعد يدي شويه قرارات كده في تويتر وخلت الناس حرفيا على اخرها، زي ان انت تقدر يكون معاك العلامه الزرقاء على تويتر او تكون اكونت موثق ب $10 بس في الشهر. ايه ده؟ حتى لو انا عندي 100 فولورز بس؟ عادي. طب مش كده يعتبر العلامه الزرقاء فقدت قيمتها اساسا؟ بالظبط. اي حد دلوقتي يقدر يبقى موثق ومشهور حتى لو هو مش مشهور، لدرجه ان من كتر العبث في واحد عمل اكونت باسم ايلون ماسك ووثق وحاليا داخل على 450 الف فولور. تخيل يطلع في الاخر برضه هو ايلون ماسك بس بيعمل توستايه على الناس. بلس ان ايلون ماسك نزل عدد التويتات اللي انت تقدر تشوفها في اليوم ل 600 تويته بس، الا طبعا لو حضرتك متوثق، وده بالنسبه لك هيكون 6000 تويته في اليوم. انت دافع بقى. حاجه تانية ان حرفيا الاعلانات بقت في كل حته في تويتر، كل ما تعدي مثلا تويتين 3 هتلاقي فيه اعلان. ده غير برضو ان تويتر بقى يعتبر موقع اباحي، لان ايلون ماسك فتح فيه حريه الراي، فاي حد يقدر ينزل اي حاجه. فالناس فعلا بقت قرفانه من الابلكيشن. وهنا يجي مارك زوكربيرج يقول لك انا حاسس بيك، انا عملت لك ابلكيشن زي تويتر بالظبط وشلت لك منه كل الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. بدائك الاعلانات صح؟ مارك زوكربيرج قال ان الابلكيشن مش هينزل عليه اي اعلانات لغايه ما ثريدز يوصل لمليار مستخدم. الرقم ده يخض، لان عايزك تعرف ان مليار مستخدم ده يمكن 3 اضعاف مستخدمين تويتر. عدد مستخدمين تويتر دلوقتي حوالي 380 مليون مستخدم بس. ففي الوقت ده حرفيا تويتر هيكون انتهى. وحقه طبعا يتكلم بالثقه دي، لان الابلكيشن كسر الرقم القياسي لاسرع وقت اي منصه فيه وصلت لمليون مستخدم. عندك مثلا نتفليكس وصلت لمليون مستخدم بعد 3 سنين ونص، وبعدها تويتر بسنتين، وبعدها فيسبوك اللي كان نقله عملاقه في عالم السوشيال ميديا وصل لمليون مستخدم في 10 شهور، وانستجرام كان في 2.5 شهور، وفي المرتبه الاولى تشات جي بي تي في 5 ايام. حلو. ثريدز بقى وصل لمليون مستخدم في اقل من ساعتين، وفي اول يوم ليه وصل ل 38 مليون مستخدم. انت متخيل الرقم ده؟ غير ان الابلكيشن كان مفتوح للناس المشاهير قبل ما يتفتح لباقي الناس تقريبا ب3 ايام. لما بتكون مشهور برضه بيجي لك شويه مصالح. ما تنساش تشترك في القناه، لان في كذا حد سالني في الكام فيديو اللي فات هو انت ازاي مش مشهور؟ ده السبب، لان محدش بيشترك في القناه. فاشترك في القناه وحاول تشير الفيديو ده على قد ما تقدر، لان ده بيساعد. طب ازاي قدر ابلكيشن زي ده، ويا ريت اساسا فكرته اصليه، لا ده متقلد، لانه يحقق كل ده؟ في الحقيقه في كذا حاجه ساعدت جدا انه يقدر ينتشر بالشكل ده في وقت قصير. اولهم ان الابلكيشن مربوط بانستجرام، فانت حرفيا مش محتاج تعمل اي حاجه غير ضغطه زر واحده وكل معلوماتك هتتنقل من انستجرام على ثريدز. هو بيقول لك ما توجعش دماغك وتملى بيانات، دوس بس هنا وهتلاقي البروفايل بتاعك بالبايو باصحابك بالناس اللي انت متابعهم هناك اوريدي. فانت حتى هتدخل مش اللي هو لسه تتعرف على ناس من اول وجديد وتبني مجتمع والكلام ده، لا، كانك داخل بيتك على طول. هو قدر يديك الاحساس ان اوريدي كل الناس اللي انت عارفهم ومتابعهم هناك، بس في نفس الوقت هتكون حاجه جديده وبدايه فريش. ودي الحاجه الوحيده الصعبه لاي بلاتفورم جديده ان هي تقدر توصل لها، وده اللي مخلي ناس كتير قوي في المده القصيره دي ادمنت الابلكيشن، واللي خلى التفاعل عليه اكتر بكتير. تحس الناس كلها كانت حاسه بالكبت من كتر القيود اللي في تويتر. وحركه ماركتنج احب اصفق لها وارفع لها القبعه، هي ان انت اول ما بتدخل على ثريدز بيتكتب على بروفايلك على الانستجرام الرقم اللي انت وصلت فيه للابلكيشن. من الاخر بتدينا رانك مين وصل الاول، ودي حاجه ادت للناس احساس بالتنافسيه كده، اللي هو انت من جواك لا انا عايز اخد رقم من الاوائل. طيب بالمناسبه انا من اول 13 مليون دخلت على الابلكيشن. خشوا اعملوا لي فولو هناك بما ان دي منصه جديده، واسيب لكم برده اللينك بتاعها في الديسكربشن. ده زائد ان ادت احساس برده للناس اللي لسه ما دخلتش على الابلكيشن ان في حاجه بتحصل وفايتهم كلهم، وكله بقى متحمس اكتر ان هو يروح هناك الاول. وانت اول ما بتدخل الابلكيشن بيديك اختيار ان انت تعمل فولو لكل الناس اللي انت عامل لهم فولو على الانستجرام، اللي هو الموضوع خلصان كلهم جايين، بس انت اللي جاي بدري شويه. وميتا دلوقتي اللي هي الشركه او الميجا كومباني اللي بتملك فيسبوك وانستجرام وماسنجر وواتساب، بتحاول تكون البديل لكل سوشيال ميديا ابلكيشن موجود في الدنيا، زي ما عملت مع تيك توك لما ضافت الريلز على الانستجرام، وبقت بديل للسناب شات بعد ما ضافت الانستجرام ستوريز، ودلوقتي بقت بديل لتويتر بثريدز. فمن الاخر هي كده بتحاول تعمل احتكار لكل السوشيال ميديا، ولغايه دلوقتي الخطه بتاعتها
في نجاح صح. طب هو ايه موقف ايلون ماسك من كل اللي بيحصل؟ مبدئيا قبل الحوارات بتاعه تويتر وثريدز في توتر اصلا في علاقه مارك زكربرج وايلون ماسك، وكلنا سمعنا عن الكيج فايت اللي هيحصل ما بينهم، والموضوع ده اتاكد فعلا، بس ممكن نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو تاني. اصلا الخلاصه ان في ما بينهم مناوشات. المهم كل اللي اتقال لغايه دلوقتي ان تويتر هتقاضي ميتا عشان التقليد الصريح اللي عملوا بيه ثريدز، وفي اتهامات من محامي تويتر ان في موظفين كانوا في تويتر في اخر فتره ومشيوا، وان شركه ميتا عينتهم هم بالتحديد عشان يقدروا يستفيدوا منهم في تكوين ثريدز، بس الكلام ده مفيش اي اثبات عليه لغايه دلوقتي. واندي ستون مدير الاتصالات في شركه ميتا طلع ونفى الكلام ده تماما، وقال ان مفيش اي حد من المهندسين اللي اسسوا ابلكيشن ثريدز كان شغال قبل كده في تويتر. والمخليني حاسس ان الاتهامات والكلام ده اصلا كله هري، ان ثريدز كان موجود من شركه ميتا من زمان، بس اول ما نزل كان عباره عن ابلكيشن للتواصل بس، حاجه زي الواتساب كده بس للانستجرام. مش عارف اشرح الحته دي ازاي. بص كانه ماسنجر بتاع الفيسبوك، كان ابلكيشن منفصل للدي امز او الرسائل بتاعت الانستجرام. بس الحقيقه ما تفهمش هم ليه كانوا عاملين حاجه زي كده اصلا، لان اغلب الناس بتستعمل واتساب وسناب شات عشان يتكلموا ويتواصلوا، بس انستجرام الدي امز او سيكشن الرسائل اللي فيه الصراحه كانه ابلكيشن تواصل متكامل لوحده. فالمهم ان ابلكيشن ثريدز اتقفل ساعتها في 2021 لان ما كانش ليه احتياج وما كانش مكانه اصلا، بس دلوقتي رجعوا في الوقت الصح والشيء الصح اللي الناس محتاجاه. وخلينا نرجع لحته الموظفين تاني. حتى لو الكلام اللي هم بيقولوه ده صح والاتهامات اللي عليهم دي صح، انا بصراحه ما عنديش اي مشكله، لان تخيل معايا كده موقف الموظفين نفسهم. لان لو انت ما تعرفش، ايلون ماسك اول ما مسك تويتر اقل 80% من الموظفين، لان الموظفين زمان كان عددهم في حدود 8000 موظف، بس بعد ما ايلون ماسك اقل 80% منهم بقوا في حدود 1500 موظف بس. فتخيل معايا الناس اللي مستقبلها اتبهدل دي، واللي عنده مصاريف واقساط واطفال وكل الكلام ده. فمن الاخر هم لو عملوا كده فعلا فايلون ماسك يستاهل. والشيء المضحك ان مارك زكربرج عنده برضه اكونت على تويتر طبيعي، بس مارك بقاله اكتر من 11 سنه ما نشرش عليه اي حاجه. ولكن في اليوم اللي نزله فيه ثريدز نزل الميم بتاع سبايدر مان، لما سبايدر مان لقى نسخه تانية ليه والاثنين وقفوا يشاوروا على بعض كانهم بيسالوا انت مين وانت مين، نوع من الهزار على الموضوع يعني، لانه هو نسخ تويتر. فمن الاخر هل ثريدز هيقدر ينهي تويتر؟ وبنسبه كبيره جدا كمان. الموضوع يبان صعب لان تويتر حاليا داخل على اكتر من 500 مليون مستخدم في السنه، بس ثريدز جاب اكتر من 104 مليون في 4 ايام. وانستجرام اللي بيجي منه المستخدمين على ثريدز فيه اكتر من 2 مليار و350 الف مستخدم. الموضوع مش صعب زي ما انت كنت فاكر، بس ده لا يمنع ان الابلكيشن لسه في اوله ومحتاج حاجات كتيره تتضاف، زي مثلا صفحه الترند، بما ان انت كده كده بتقلب تويتر بقى، لان دي حاجه اللي ممكن تخلي الناس تمسك شويه في تويتر دلوقتي، لان تويتر هي منصه الاخبار. اي حدث كبير بيحصل هتلاقي كل الناس بتتكلم في الموضوع على تويتر، كان بقى سياسه، رياضه، تكنولوجيا، خضار، اي حاجه. بس لسه برضه ما نعرفش هل لما ترفع صور وفيديوهات على الابلكيشن هتكون بكواليتي عاليه ولا لا، لان من الاخر المفروض ان انستجرام هو ابلكيشن الصور والكواليتي عليه بقت زي الزفت. تفضل تظبط الالوان وتعمل اديت وتهتم بالتفاصيل، وتيجي تنزل الصوره على انستجرام تلاقيها زي الزفت. وتويتر برضه في اخر فتره قبل ايلون ماسك اهتم قوي بفكره ان الناس تقدر تنزل الصور بكواليتي عاليه جدا، فالشيء ده هيبقى جامد جدا لو عملوه على ثريد. بس الحق يتقال برضه هم عاملين كذا حركه صايعه في الابلكيشن، زي انك تقدر تشير الثريد بتاعتك، يعني تقريبا هيسموها كده ثريد لان هي زي تويت وتويتر تبقى ثريدز وثريد. هتقدر تشيرها لستوري الانستجرام بتاعتك، ولو حد داس عليها هيوديه على طول على ثريدز. بس برضو مع كل الحاجات الجامده دي انا عندي شويه مخاوف، لان كل ده ما يخليكش تنسى ان ثريدز تبع ميتا، ولو ميتا غيرت حاجات في ثريدز بغرض ان هم يجيبوا فلوس اكتر، الابلكيشن حرفيا هيكون لا يطاق. وبص مثلا دلوقتي على انستجرام، مش ده خالص الابلكيشن اللي بدا عشان يكون عليه من الاساس. انستجرام ببساطه في الاول خالص كان ابلكيشن صور متصوره من التليفون بس، وايوه ما كنتش تقدر تنزل اي صور غير اللي متصوره من التليفون. وبص عليه دلوقتي اتحول لمنصه فيديوهات بالطول زي باقي الابلكيشن، وبيقعد يزق في وشك كميه فيديوهات عشان تقدر تقعد اكتر وقت ممكن. ده غير طبعا الفيسبوك وهو شيء اسوأ بكتير جدا. كل حاجه حرفيا بقت مليانه اعلانات في الجناب، اعلانات ما بين كل بوست والتاني، وحرفيا زباله المحتوى كلها بقت هناك. لو ثريدز قدرت تدعي على تويتر فعلا، تخيل قوه ميتا تبقى عامله ازاي ساعتها. هيكون احتكار زي ما قلت لكم في اول فيديو. بس حاليا ادينا بنستخدم الابلكيشن وهنشوف هيوصل لغايه فين. بس الموضوع اللي بيحصل ده بيفكرني جدا بقصه البلاك بيري والايفون، وتقدر تتفرج عليها من هنا. ما تنساش تعمل لي فولو على ثريدز وانستجرام وفيسبوك، واعمل اشتراك في القناه ولايك وديسلايك وكومنت